السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو الحلو بتاعنا ده، يا ريت تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وحطوا لايك، ولو مش مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا بسرعة، واكتبوا لي تعليقات حلوة كتير عشان بنفرح قوي قوي بالتعليقات بتاعتكم. وتعالوا بقى شوفوا الجمال واللوحة الفنية ده. شايفين بقى الجلاش بتاعنا الحلو ده بالمكسرات طبعا؟ شكله وطعمه يا جماعة فظيع بجد، ومقرمش بقى كده من بره وطري من جوه، حلو قوي. شايفين الجمال ومورق كمان ازاي، كل طبقة لوحدها ما شاء الله. تعالوا بينا بقى نشوف هنعمل ازاي. هنجيب عندنا لفة الجلاش، نفك بس الكيس بتاعها. لفة الجلاش عندنا اهي، هنقطعها بقى لقطع. عايزين بقى تعملوا قطع صغيرة قطع كبيرة، على عشان لو انتوا عايزين تعملوا الجلاش صغير بتقطعوا قطع صغيرة، عايزين تعملوا الجلاش كبير الجلاشية الواحدة كبيرة بتقطعوا قطع كبيرة. يعني انا عملت وسط وكبير وصغير كده، شكلت يعني. شايفين القطع بتبقى كده؟ عايزين تبقى تكبروا ده، انا بالنسبه لي المقاس ده حلو، والاكبر منه برضو حلو. ده اصغر مقاس ممكن تعملوه يعني. هنقطع بقى باقي اللفه كده. طريقه سهله جدا وبسيطه وحلوه قوي. بدل ما تقعدي بقى تعملي كل ورقه بالزيت، هقولك ازاي تعمليها دلوقتي، بس لما نقطعها قطع زي ما قلت. القطعة دي كبيرة شوية تقريبا. لازم نظبطها كده علشان تطلع معانا مظبوطة. بعد ما قطعت كل القطع اهوت، دي كبيرة برضو شوية، هتعمل لنا مثلثات كبيرة. يلا بينا نشوف اول قطعة هنعمل فيها ايه. هنفردها بقى كده خالص، هنفرد الجلاش كله زي ما انتوا شايفين كده اهو. شايفين بقى كله طبقات على بعضها مطاولة كده. شايفين بقى الطبقات؟ هنعمل بقى مثلث كده من اخر قطعة. هنعمل مثلث كده ونقطع على على المثلث كده، يعني هيبقى مثلث. لو عايزة تسيبيه كده تسويه على كده تمام، عايزة تقسميه مفيش مشكلة. شايفين هيطلع معانا بقى مورق وجميل ازاي. طبعا لو في زيادات بتقطعيها، والزيادات دي مش بتترمي لاني هيهدر منك شوية حلوين تعملي بيهم اي وصفة من الجلاش ده. في طرق كتير قوي اتعمل بيها تهدير الجلاش، هعملهولكوا في فيديو ان شاء الله. نعمل بيه وصفات كتير. ادي مثلث تاني اهو زي ما انتوا شايفين. لازم نظبطها كده علشان المثلثات ما تطلعش
مش مظبوطة معاه. شايفين بقى الجمال والحلويات. نعمل اخر مثلث، والحتة الباقية ديت مش هنحتاجها في حاجة. هنجمع كل الحتت اللي هتتبقى معانا، وهنعمل بيها وصفة حلوة قوي، بس هعملها لكم بقى في فيديو تاني. شايفين بقى كل المثلثات، شكلها حلو قوي وبسيطة وسهلة يا جماعة. انا بعت لكم الفرد تاني اهو عشان تعرفوا انا فردتها ازاي، وبالراحة طبعا عشان ما يتبهدلش معانا. طبعا دي هتعمل لنا جلاشة صغنطوطة خالص زي دول كده. بعد ما عملناهم بقى كلهم، الكمية كلها عملت لي صينيتين بنفس المنظر ده كده. هنجيب بقى سمنة او زيت او سمنة على زيت. انا عملت سمنة على زيت، تمام. وهحط كده لازم بتاخد شوية حلوين، شوية زيت حلوين. هندهنهم بقى كلهم كده، ومن غير بقى ما تقعدي تفردي الزيت على طبقة طبقة، بتحطي الزيت كله كده زي ما انا بعمل، وهتطلع معاكي زي العسل. شايفين بقى الزيت والسمنة بيجي في كل الطبقات ازاي، عشان الطبقات بتاعتنا تطلع مورقة وحلوة. بعد ما خلصت كل الدهن اهو، دهنته كله ودخلته الفرن وطلعته. شايفين الجمال ما شاء الله، مقرمش يا جماعة وتحفة. شايفين بقى الجمال. يلا بسرعة قوموا اعملوه، انتوا مستنيين ايه؟ شايفين الحلويات. هنحط بقى عليه الشربات. انا عملت الشربات كوباية سكر، وعليه كوباية ونص مية، وشوية فانيليا، وعصرة ليمونة كده. وسبته بقى لحد ما يغلى ويغلي، هديت عليه النار وسبته دقايق كده، وقمت طفي عليه وسبته لحد ما برد، وحطيته بقى على الجلاش الحلو بتاعنا ده. شايفين بقى الجمال. نرش بقى عليه كده شوية مكسرات، اي مكسرات تحبوها، فول سوداني، جوز هند، زبيب، اي حاجة انتوا عايزينها. شايفين ما شاء الله.
ده بقى الحجم الصغير جميل اوي برضو. ده الحجم الكبير حجم تحفة برضو جميل اوي. انتوا تختاروا بقى الحجم اللي انتوا عاوزينه. وكده هنكون خلصنا الجلاش القمر بتاعنا ده. وقوموا يلا بسرعة اعملوه هيعجبكم قوي، واكتبولي في الكومنتات حلو ولا ايه. واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة، باي.